أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أمتنا في منطقة الغرب الأفريقي عامة وفي السنغال خاصة أمة أنعم الله عليها بنعمة الهداية للإسلام في وقت مبكر، وهي أعظم نعمة على وجه الأرض. قال تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فتخلق سكان هذه البلاد بأخلاق الإسلام رغم الشح العلمي الذي وقع لأجدادنا بسبب الحرب الشرسة التي شنها أعداء الإسلام عليهم، فحجزوا معظم العلوم الشرعية عنهم إلا ما كان من كتب اللغة وفروع الفقه والتصوف والسلوك. ومن نعم الله التي تذكر فتشكر أن هؤلاء الأجداد كانوا أبعد ما يكونون عن الانغماس في أوحال الفواحش وبؤر الخبائث. فمما يستوقف الباحث في الشؤون الاجتماعية وأخلاقيات المجموعات البشرية والقبائل والشعوب والبلدان أن معظم المصطلحات والأسماء التي أطلقت على بيوت الخسة وأوكار الخناء لم يرد ذكرها في ألسنة أهل المنطقة حسب علمي، وإلا فنبئوني كيف يسمى البار والنوادي الليلية وبيوت الدعارة. الجواب: لا وجود لها، لأن هذه المواقع ليس لها في أرضهم مساحة وجود. بل فوق ذلك كله عرفت أمتنا التكافل الاجتماعي في وقت مبكر، حتى إنه لم يرد في معاجمنا اللغوية كلمة مطعم أو مقهى وما شابههما، إذ لم يكن من عادات القوم بيع الطعام والشراب للمحتاج، بل كان ذلك من العيوب الاجتماعية المنكرة. فكانت هذه الشعوب محافظة على دينها بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ولذا كان من نعم الله تعالى على السنغال أنه يكاد يكون البلد الإفريقي الوحيد الذي لم يشهد في تاريخه الحديث منذ الاستقلال انقلابا عسكريا، ويكاد يكون البلد الإفريقي الوحيد الذي لم يشهد معارك قبلية، بل إن العنصريات العرقية والعصبيات القبلية تكاد تكون معدومة في بحر هذا الشعب الوديع المسالم في تاريخه الماضي.
ولم يعرف البلد معارك دموية في تاريخه الحديث رغم التعدد الطائفي بين الطوائف التي نشأت بأرضها، وإن لم تخل هذه المسألة من حساسيات حادة أدت في كثير من الأحيان إلى التراشق بالكلمات الجارحة. أيها الإخوة المؤمنون، إن المحافظة على هذه المكاسب من الأمن والاستقرار لمسؤولية تنوء بالعصبة أولي القوة، تحتاج إلى التمسك بالمقومات الأساسية لترسيخ الأمن ودرء الفتن، ومنها ركن عظيم لا يقوم الحكم إلا به، ولا تقوم لأمة قائمة من غيره، ولا يبقى لها شرف ولا حياة دونه، ألا وهو بسط العدل ورفع الظلم عن الأمة. العدل أيها الإخوة عبارة عن إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق، وهذا التعريف يتضمن ركنين: الأول ضرورة إيصال الحق إلى صاحبه صغيرا كان أم كبيرا، وجيها أم ضعيفا، وجيها أم وضيعا، قويا أم ضعيفا، قريبا أم بعيدا. الثاني إيصال الحق إلى صاحبه دون تأخير أو مماطلة، بل يلزم الحاكم والقاضي سلوك أقرب سبيل لإيصال الحق إلى مستحقه، ومتى تعددت طرق الإيصال وجب سلوك أقربها، وأي خلل يعتري هذين الركنين يعني الظلم المنافي للعدل. وجاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة دالة على فضل الحكم بالعدل وحتميته، وعلى النهي عن الظلم صغيره وكبيره، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. رواه البخاري ومسلم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالإمام العادل. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلمه أسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه مسلم وغيره. أيها الإخوة، إن من نذر زوال نعمة الأمن والاستقرار انتشار الظلم في المجتمع، وتوكيل الناس إلى أنفسهم في الدفاع عنها واسترجاع حقوقها. والأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا مؤخرا من أخطر هذه النذر،
ففي الجانب السياسي رأيتم كيف أن الخصومات بدأت تتحول إلى أفعال، ومن الناحية الدينية رأيتم كيف أن الطوائف المغترة بكثرتها العددية بدأت تبغي بغير حق على أخرى قليلة العدد لكنها مؤمنة بخالقها موقنة بلقاء ربها. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان المتوقع ممن بيده مقاليد الحكم في مثل هذه الأحداث أن يأخذ بيد الظالم ويوقفه عند حده، لكن للأسف الشديد حصل ما حصل، ولولا التزام المظلومين بالحكمة والصبر والابتعاد عن الفتن لانجروا إلى فتن لا يعلم نهايتها إلا الله. وكل دول العالم الحريصة على استتباب الأمن تنظر إلى الأقليات العرقية والدينية بعين الرعاية والحفظ للمحافظة على حقوقها ما دامت ملتزمة بالنظام العام. أما أن تتحول القلة العددية وحدها إلى الظلم فهو أكبر مسبب للانتفاضات التي كنا نسمع عن أخبارها من وراء البحار، ونسأل الله تعالى أن لا تمس ديارنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.